السلام البنات. اليوم غندير معكم واحد الحلوه كتجي زوينه اقتصاديه. خليكم معايا نشوفوا المقادير. عندي هنا ربعه ديال الزبده مارغرين تكون بالحراره ديال الغرفه، وعندي هنا كاس ديال سنيده. غنمعك هاد الزبده مزيان مع هاد السنيده. غنزيد 2 كيسان ديال الزيت، ها الكاس الاول وها الكاس الثاني، وغنخلط هادشي مزيان. السنيده خصنا نخدموها مزيان مع الزيت ومع هاد الزبده حتى تولي بحال البوماده بحال هكا. دابا غنزيد واحد 2 بيضات. البيضه الاولى، البيضه الثانيه. ضروري اننا نخلطوا هادشي مزيان. غنزيد دابا واحد القشور ديال الحامضه، وواحد فاني. واحد القريصه ديال الملح. غنزيد 2 كيسان ديال الكوك، وصافي. غنبدا نزيد الطحين. غنزيد 2 خمارات هما الاولين، وغنبدا نزيد الطحين بشويه بشويه حتى كتجمع. غنبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه، وكتولي عندي واحد العجينه ملسه مجموعه. هنا بعد ما شكلت غنشكلها كويرات. بعد ما كملتها غنديروهم، غنخلطوا شويه ديال السنيده والكوك وغنفندوهم بحال هكا. كتجي بنينه هاد الحلوه بزاف وكتخرج كميه كبيره. الكوك مع سنيده كيعطي واحد المذاق زوين. دابا غناخذ المرشم، هاد المرشم ديال الشباكيه كندوزو في شويه ديال الفورس وكندير بحال هكا من 2 جهات شويه باش كنجبدوها، وكتعطينا هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، شكل زوين. المهم انا غنبقى بحال هكا، غنكمل كلشي وغنرجع معكم. هنا بعد ما كورتها وطبعتها بهذاك الطابع هانتوما كتشوفوا كتجي على شكل ديال المخ. دابا انا شعلت الفران، عندي الفران ديال الضو. المهم حتى غيسخن مزيان وندخلها طيب. غندير على 200 درجه، وانتما الا كان عندكم الفران ديال الغاز تشعلوا عليها لتحت وحتى طيب وهبطوها شويه لتحت. المهم خاصها تحمر. وهي الحليوه ديالنا بعد ما كطيب كتشوفوا كتجي زوينه وكتخرج تبارك الله التبصيل هذا. كنتمنى انها تكون عجباتكم. هانتوما شوفوا التقرميشه. يلا ما تنساوش جيم واللايك، الله يعطيكم الستر. اللي دار لي جيم واللايك بغيت ليه ربي يسهل عليه.